على تشري الفايتين من برا وانتي تنجمي تخدميها غير في الدار بمكونات بساط وكاينين عندك. والاهم من هذا تجي بنينه وتجي خير من تاع برا وتشد لك الوقت الطويل، وتنجمي تخدميها في الحلويات تاوعك. السهرات الرمضانيه تبغي ديري تحليات، يعني اي حاجه تنجمي تخدميها. نجمي حتى ديري شوكولا فوقها وتاكليها تجي بنينه بزاف. هنا كان باقي لي البيض من الشبح الصفراء البلون دوف، هنا يعطاني 500 غرام. غادي نزيد عليها 500 غرام تاع السكر الناعم وزوج لافاني ونخلطوها. هيا اللي عندها الكونتيتي كبيره تاع البيض تكون بقات لها من شبح الصفراء ولا بقات لها من اي حاجه، ولا تنجمي تديري غير بالكونتيتي صغيره. اللي ما عندهاش الميزان تجيب بالكاس ولا فنجال تعبر البيض وتعبر السكر ودير لافاني تخلطهم غايه. هنا غادي ندخلوا هذاك البيض والبلون دوف غايه مع بعض كما راكم تشوفوا. هاد الفايتين تجي ناجحه مليار في المية، يعني خطرتك الاولى ديريها غادي تنجح لك خطرتك الاولى. غير تبعي واش راني نقول. عندها الميزان تعبر بالميزان، واللي ما عندهاش تكيل باي كيله عندها باي كيله تبغيها. هنا غادي نزيدو 500 غرام فرينه. الفرينه من الاحسن تكون نوعيه جديده، انا هذا خدمت بسفينه تي 45 وتكون تاع الحلويات مخصصه للحلويات باش تخرج لكم شابه. غادي ندخلوا هذيك الفرينه مع السكر والبلون ديف غايه. وفي جهه واحده اخرى دوبي الدهن تاعك وخليه يبرد شويه. انا هنا غادي ندخل الفرينه هذه غايه كما راكم تشوفوا، حتى الدهان غادي نوزنه معاكم، يعني كل شيء كيلته ب500 غرام، يعني تجي كيله واحده. ولافاني باش كثروا لافاني غير باش تروح بنه البيض. انا درت معاكم زوج ومن بعد زدت زوج دي ساشي خاطش عندي كميه كبيره بزاف. هنا قلبتها في هذا البول خاطش هذا صغيره بزاف ما ساعدنيش. وغادي نخلطو ولازم تدخل الفرينه غايه في البلون دوف والسكر. هاد الفايتين تنجمي تحتفظي بها الا درتي كميه كبيره كيما انا عندي هنايا 22 بلون دوف داير رطب. تنجمي تحتفظي بها في الكونجيلاتور، يعني تخدميها تخليها تبرد تفتيها ودخليها في الكونجيلاتور. لقيتي تبغي تجبديها خدمي بها نورمال، يعني ما يصرى لها والو. ولازم هنايا لاباط تاعنا لازم تكون ليس بزاف، تجي كيما المسكوتشه تقريبا القوام تاع المسكوتشه. ولازم هذاك الفرينه يدوب ما تبقى منها والو. هنا لازم ندخلوا غايه ديك الفرينه مع المقادير الاخرى، وهو الدهان هو اللي يخليها لكم طريه. انا درت وحده قبل ونسيت فيها الدهان، ما بغيتش نحطها معاكم، راني عارفه متصدق لكم قلت حتى ندير واحده اخرى. خاطش في البيض الاول تاع الشبح الصفراء درتها كنت عجلانه نسيت كاع الدهان. يعني فيها 4 مكونات: دهان فرينه سكر. هنا نديروا الكوشه تحمى غايه الفرن تاعكم، يعني شوفوا نتوما وخلوه يحمى غايه. وهنايا نجيبوا البابي كويسون ونديروا هذيك لاباط تاعنا. لازم هنايا نرقوا لاباط بزاف ما تخلوهاش غليظه، يعني نسعفوها وغادي نرقوها نحاولوا نرقوها على قد ما نجموا. غتكون تجيكم غليظه راها ما طيبش معاكم، يعني طيب بصح طيب خشينه بزاف وقادر ما تقرمش معاكم. هاكا نسيحفوا. انايا هنايا درت شويه تاع البابي كويسون، غادي هذه ندخلها طيب ونجيب بابي كويسون ندير فيها. كي نخرج هذه نقلع الفويتين وندير نعاود ندير فيها، يعني نقعد متبادله. وهي من الاحسن غير تخرجوها هي عالطايبه تقلعوها وهي حاميه، يعني غادي تطير معاكم كشغل جلده رقيقه وغادي تكون طريه بزاف. غير تشم الهواء تبرد غادي تيبس معكم، يعني تولي مقرمشه. كيما راكم تشوفوا انا هذه قلعتها بصح خليتها حتى بردت في البابي كويسون. قادر يتقلكم بابي كويسون كي ديري هاد اللقطه كنت ما يكونش بابي كويسون شباب عندكم. وانا هذه اللي راكم غادي تشوفوها هذه قلعتها وهي عاد حاميه. شوفوا كي
كي خرجت معايا بسهوله. هنا نفتتها. انا هاد الكميه عطاتني 500 غرام، يعني تنقص لكم بزاف، انا دوبلت الكميه عطاتني كيلو. شوفوا لاباط فايتي تاعنا كي جات، يعني يجي شابه بزاف. يعني الكميه هذه اللي درتها تاع 2 كيلو عطاتني كيلو. جربوها وردوا لي بالخبر. جامو ابوني وتشجيعكم ما تنسوش في لي كومونتير. مرحبا بكم حبيباتي، نلتقوا في وصفه قادمه ان شاء الله.